الله معكم اخوتي، السلام ربي يسعد قلوبكم وبركة وشفاعة مارجريوس معنا جميعا. عم بيقولوا لي الاخوة حابين انه يعرفوا شو معنات ايقونة مارجريوس تفسير. هلا انا عامل كتير فيديوهات ومنزل بقلبهم القصة وقصة الايقونة، هي هاي اللي الشهيرة اللي بنعرفها كلنا، اللي عم بيقتل فيها التنين تينقذ البلد. القصة يا أخوتي صارت وحدثت بحدث فعلي بالتقليد الكنسي بيقول بمنطقة ومدينة بيروت. كان مارجريوس مارق من هونيك، وكان في نبع مي كتير كبير ببيروت، انما طبعا كان بشكل حرش كتير قوي، ونبع المي بدهم يفوتوا بهذا الحرش تقريبا صاير بنصه. وهونيك كان في موجود، كان في بيسموه وحش البرية. هلا الوحش هيدا محددينه بالصورة هون بتنين حتى نقول عنه انه يساوي الشيطان. كان في طبعا اسمه تنين، مثل ما هلا بنشوف اوقات باسيا في شكله قريب على تنين. هون بيسوى يكون من زمان بيقولوا انه نمر بري كتير قوي، اسد، وحش كانوا يسموه وحوش الغابة. فما كانوا يقدروا الناس يوصلوا تياخدوا مي، كان كتير يموت منهم عالم، او يفوتوا بحماية ويطلعوا بحماية حتى ياخدوا المي. المهم مش بس هيدا هو السبب. السبب كانه كان قاعد هناك، كانت وثنيه بعدها منتشره بكثره. كان في مشعوذ وثني بيكره كتير المسيحيين، وبيضحك على الناس وببصر لهم مثل هلا في بعض الناس بتبصر، وبيقول لهم انه سنويا اذا ما بتقدموا بنت عذراء وتكون الاجمل بالمدينه، هيدا الوحش رح يطلع هو والسليله تبعيته ويقضي عليكم ويسكر المي وتعطش المنطقه تبعيتكم ويضحك عليهم هيك. وكان يقدر يضحك عليهم حتى هو ينقي حتى البنت حتى يضحوا فيها. هلا بهيدي الاثناء كان مارق من هنيك بطلنا الحبيب مارجريوس امير الشهداء، مارق وشاف صرخة وشاف بكاء شو في، طلعوا عم ياخدوا بنتها حتى يقدموها لهيدا الوحش الموجود بهي البرية. بينزل الفارس بيقول لها للأم طول بالك ما تعتلي هم. بياخد معه كفارس، هو كان رايح طبعا من فلسطين إلى القسطنطينية، مارق بالشط كله. هذا شط مارجريس قلنا قبل، أنا قلت كان بفيديو سابق قلت إنه هذا شط مارجريس، وورجيتكم كمان الشط اللي كان يمتد، سمى تيمنا بمارجريس بشفاعته، عم يمتد كان من فلسطين إلى القسطنطينية مرورا بلبنان وسوريا. بينزل الفارس اللي كان معه رمح، كان معه سيف، وكان معه ترس. بينزل وبيهجم بيواجه هيدا الوحش اللي كان موجود، وبرمحه رأسا مارجريوس كان براس الرمح حاطط على طول صليب، وبتشوفوها بالأيقونة موجود الرمح تبعه جاي على شكل صليب، حتى سيفه جاي من فوق بمسكه على شكل صليب. وبيهجم وبيقدر يخلص البنت، وبيقضي على الوحش الموجود اللي صار هلا التاني مثل ما شايفينه هون الشيطان، وبيقضي على المشعوذ اللي هو بعد شيطان أكثر منه عم يمشي ويخرب بين عقول العالم. وبرد البنت لأهلها، احتفلوا فيه الناس، زبطوا، والنبع شربوا منه مئات السنين. حتى هلأ لبنان مشهور بمياهه، وتسمى الشط هونيك شط مارجريس. هلا على أي محل بالشط بين الرملة البيضاء، انتبهوا شو عم بقول، بين الرملة البيضاء، الجية الرملة البيضاء وصونا لجوني، صارت الحادثة بهي المنطقة. البعض بيقول جوني لأنه في بعض بئر هنيك عجائب لمارجريوس، البعض بيقول لا، مطرح ما أقيم تحت أوتيل مارجريوس وصار الشط اسمه هيك، والبعض بيقول لا، صوب الجية. المهم إنه بهيدا المكان صار الشط على اسم مارجريوس. هلا بعدين بالتقليد الكنسي صارت البنت الموجودة العذراء تعني الكنيسة، هيدي الكنيسة اللي عم تطلع بمارجريس اللي بتشوفوها، وكأنه عم تشكره على اللي عم يعمله مشانها. هي الكنيسة تشكر قديسيها وشهدائها اللي عم يضحوا من أجلها، وعم يحاربوا الشيطان، وعم ينشروا المسيحية بقوة باستشهادهم بكلمتهم. وطبعا في قديسين كتير نحن قلنا انه ما استشهدوا. فهيدي الكنيسة تنظر الى ابنائها ورسالتهم ومحاربتهم الشيطان، عم بتطلع وتبارك مارجريوس
وعم تشكر الشهداء واللي عم يضحوا من أجل الكنيسة، ترمز إلى الكنيسة. تنين يرمز إلى الشيطان الحقير المدعوس عليه إبليس. مارجريس وفرسه اللي عم يغلبوا الشيطان بقوة إيمانه لمارجريس، هي بتعني قوة إيمانه. وقلنا أنه بمدينة بيروت، وهيك الكنيسة يا أخوتي طبعا الله حرسها بشفاعة أمنا مريم العذراء، إنما كمان بقوة إيمان القديسين. وهون عم بيقولوا المفسرين إنه إذا بتطلعوا منيح على مارجريس بتحسوه إنه عم يقضي على الشيطان بسهولة عم بفوت الرمح والشيطان مستسلم. هون تفسير بيقول يا أخوتي لأنه كلمة الله هي اللي عم بتحارب، أقوى من كل الشياطين وأقوى من رئيس الشياطين، فكلمة الله أقوى من الشيطان بكتير وبلمحة بتغلب الشيطان. إذن بقوة إيمان القديس مارجريس. بس أهم شيء كمان حتى ما أنسى وأرجع لكم، طبعا بكلمة الله، قوة كلمة الله بتكون سهلة إنه عم يقتل الشيطان. بس كمان في شغلة كتير مهمة، قلنا نحن إنه على الرمح كان في صليب، على السيف كان في صليب، والدرع اللي معه عليه صليب. أصبح هون المقصود يا أخوتي فيها إنه نحن بنقدر على الشيطان بقوة صليب ربنا يسوع المسيح. بقوة الصليب بيهرب الشيطان، بيختفي، وبنقدر ننتصر بصليبنا على أكبر الشياطين مثل ما مارجريس انتصر بقوة صليب الرب. وكمان الحصان إذا بتشوفوا بالأيقونة ذنبه بيبقى مربوط، هذا معناتها الاستعداد الدائم. يا ريت هيك بقوة صليب ربنا بنحمل صليبنا ونكون دايما مستعدين لنشر كلمة الله ولا ندافع عن كنيستنا. بركة ربنا يسوع المسيح، ابن مريم العذراء، وشفاعة مارجريس معكم جميعا. آمين.